السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير ان شاء الله. في الفيديو ده جاي نتكلم على اليوز لي اوت افكت هوك. هنعرف ايه الفرق ما بين اليوز لي اوت افكت واليوز افكت في مرحله الاكسكيوشن، وهنعرف ايه الاختلافات اللي ما بينهم وايه المشكله اللي هتبقى قدامنا واللي هتحلها اليوز لي اوت افكت. فباذن الله بعد الفيديو ده مش هتبقى محتاج تتفرج على اي فيديوهات تانية، كل اللي عليك تعمله انك تركز كويس وتتابع معايا وتجهز قهوتك وتوريني ضحكتك، ويلا نبدا الفيديو. بص يا صديقي، دلوقتي انا اوريدي عامل اكزامبل لليزلي اوت افكت اكزامبل، بس قبل عامل اكزامبل لليزلي اوت افكت هوك. بس قبل ما نبدا اللي احنا نشرح الاكزامبل ده او نعرف الاكزامبل ده بيعمل ايه، لازم نعرف اصلا اليزلي اوت افكت دي عباره عن ايه. فخليني اخدك جوله كده معايا في الدوكيومنتيشن الخاصه برياكت. هيقول لك is layout effect is a version of use effect، بس دي فيها اختلاف. هنا bit fires before the browser repaint the screen. هنعرف ده معناه ايه دلوقتي. طب ليه انا خدتك هنا جوه الدوكيومنتيشن؟ عشان الدوكيومنتيشن مهمه جدا، بيعرفك على كل حاجه، بيديك هنا امثله كويسه جدا تقدر ان انت تفهم بيها اليوز افكت. زي ما انت شايف كده بيقول لك ده نفس المثال اللي احنا هنشرحه، بس احنا هنا بيقول لك باستخدام اليوز لاي اوت افكت وباستخدام اليوز افكت ايه اللي هيحصل. احنا هنعمل كده، وهنا بيقول لك اللي ده محتاج يكون الكمبيوتر بتاعك بطيء عشان تقدر تشوفه. هيكون مثلا عندك مع الوقت البيج بروجكت بيكون فيه مشاكل، فهو دلوقتي هيعمل برضك سلو داون ايتمز زي اللي احنا هنعملها باذن الله. سلو ايتمز. فسيبك من الكلام ده كله، انا مش جاي اتكلم عليه، انا جاي بس اقول لك اهميه الدوكيومنتيشن. اوكي، احنا كده كده هنشرح المثال. فدلوقتي هتلاقيني سايب لك اللينك بتاع الدوكيومنتيشن في الديسكربشن بوكس، وكمان هتلاقيني سايب لك الكود بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في البروجكت زي كل الفيديوهات اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها الهوكس. وكمان ان شاء الله هتلاقيني سايب لك لينك المقاله دي مهمه جدا في موضوع الاكسكيوشن تايمنج وايه الفرق ما بين اليوز افكت واليوز لاي اوت افكت. فدلوقتي خليك عارف ان انت محتاج تتفرج على اليوز افكت هوك. لو مش عارفه روح اتفرج عليه، عشان انا مش هعيد نفس الكلام اللي اتكلمت عليه قبل كده باذن الله. فدلوقتي انا هركز الاول على موضوع اليوز لاي اوت افكت. ودلوقتي بيقول لك ان اليوز layout effect just like the use effect hook can be used to perform side effects. اتكلمنا على موضوع البرفورمانس سايد افكت دي قبل كده، وقلنا ازاي بنقدر نبرفورم سايد افكتس عن طريق اليوز افكت، فمش هعيد الكلام تاني. بس بيقول لك بقى ايه: اليوز layout effect doesn't return any value but instead take to argument the first pair required، اللي هو الكول باك فانكشن اللي بتشتغل، واوبشنال اللي هي الديبندنسيز او الليسنرز اللي المفروض انت بتحطها في الديبندنسيز عشان تتشيك او تشوف حصل تغيير معين فبتعمل ري ريندر او هكذا. او argument is dependency arrays that contain dependencies that when chain trigger the effect to run. مش هنتكلم على الحاجه دي دلوقتي، احنا جايين نتكلم على الاختلافات اللي احنا اتكلمنا عليها. بكل بساطة عندنا اختلاف. The primary difference between use effect and this layout effect is when the callback executed. A required function execute لما بتيجي تعمل لها executed، اللي بيحصل use effect the callback is executed asynchronously. ركز في الحتة دي. After the component has re-rendered as the screen has been updated. يعني دلوقتي في اليوز افكت عندي بتشتغل asynchronous، فبالتالي مش محتاجة. بتشتغل امتى؟ بعد لما الكومبوننت يتعمل له ريندر والسكرين بتاعته تتعمل له ابديتد. يعني ايه الكلام ده؟ هنبدا نشوف في المثال اللي تحته عادي. ولكن اليوز لي اوت افكت ما بتعملش كده، بتشتغل بشكل مختلف. لما بتشتغل ازاي؟ بطريقه سينكرونس. يعني ايه سينكرونس؟ يعني متزامنه. يعني لما الدوم بتاعتي تتعمل لها ميوتيشن كلها بس قبل البراوزر لما يعمل بينت تو تشينج، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ دلوقتي اليوز لي اوت افكت هتشتغل. عشان تفهم اكتر تعال نشوف المثال البسيط ده. دلوقتي انا عندي كومبوننت عادي جدا، هنا اسمه function example component، هنا في use effect، في console، في جي اس اكس. مفيش مشكله. ايه دلوقتي اللي هيحصل؟ انا هنا بستخدم اليوز افكت هوك، فبالتالي هنا اول حاجه خالص هتتعرض في الكونسول عندي ايه؟ الريندرنج كومبوننت. the render component console message is logged first during the rendering phase the component. اول حاجه تتعرض عندي الكونسول دي. اوكي، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ انا بستخدم اليوز افكت، فبالتالي الكود ده asynchronous غير متزامن. فاللي هيحصل بالظبط كده هنا ان هيحصل return، او ده هيبدا يتعرض عندي في البراوزر، او the browser paints the screen by placing the hello world message onto the screen. زي ما انت شايف كده كل حاجه زي الفل. تالت حاجه عندي هنا after the component has finished، ايه اللي هيحصل بقى؟ هيبدا ان هو يخش على اليوز افكت يعمل لها execute، وهنا زي ما انت شايف كده هيبدا ان هو شغال اهو. After the component has finished render as a screen has been painted the effect in run use effect dump update message is logged to the console، اللي هي use effect dump
دوم ابديت اللي هي موجوده عندي دي. طيب الموضوع مختلف شويه في اليوز لاي اوت افكت. انا دلوقتي عندي نفس الكود بالظبط، ولكن هنا استخدمت اليوز لاي اوت افكت. وبالمناسبه احنا اتفقنا اليوز لاي اوت افكت دي عباره عن ايه؟ عباره عن سينكرونس كود. فاللي يحصل بالظبط ان اول حاجه عندي برضو نفس اللي حصل المره اللي فاتت، الكونسول دوت لوج ريندرنج كومبوننت اتعرض عادي جدا، نفس الحاجه اللي حصلت في اليوز افكت. ولكن قبل ما البراوزر يشوف التغييرات دي ويعرض هلو وورلد عنده، اللي هيحصل كالاتي. يعني هي لسه السكرين ستيل بلانك، ايه اللي هيحصل؟ اليوز لاي اوت افكت هتعمل فاير، هتشتغل. This result is layout effect before paint. هيعرض المسج دي في الكونسول زي ما انت شايف كده use layout effect before paint، يعني يقول مره والبراوزر لسه ما عملش paint للتغييرات او ما عرضش الهلو وورلد دي، اليوز layout effect بتاعتي هتشتغل. وهنا زي ما انت شايف كده هيبدأ يعمل ريتيرن للهلو وورلد في الآخر. finally after the those console message are logged the browser paints the screen displaying hello world message. كده انت فهمت ايه الفروقات ما بين اليوز افكت واليوز لاي اوت افكت. هنا في اليوز افكت تاني المفروض اللي يحصل ريندر كومبوننت، بعد كده هيعرض هلو وورلد، بعد كده دي هتتعرض في الكونسول عشان ده اسynchronous كود. ولكن الموضوع مختلف في اليوز لاي اوت افكت. console log دي هتتعرض render component، بعد كده اليوز لاي اوت افكت هتشتغل قبل ما البراوزر يعمل painting للهالو وورلد عندي. اوكي، مفيش مشكله، ممكن انت تكمل بقيه المقاله ان شاء الله هسيبها لك تحت في الديسكربشن. ولكن دلوقتي احنا عايزين نخش نشوف الكود بتاعنا. الموضوع بسيط جدا، زي ما انت شايف كده انا عندي هنا مشكله في ال في الكود بتاعنا. إيه اللي بيحصل؟ ده الاوتبوت زي ما انت شايف كده بيقول لك hover me tooltip hover above. اللي بيحصل هنا المفروض التول تيب دي تبقى فوق هنا، ولكن اللي بيحصل بتبقى تحت وتطلع من فوق، تبقى تحت وتطلع من فوق. طبعا دي مشكله. هنا نفس الموضوع بالظبط، المفروض ده يبقى فوق، بيحصل عندي نفس المشكله، نفس المشكله بالظبط. فدلوقتي زي ما انت شايف كده في دبا، في لاج عندي في هنا، في مشكله عندي في البرفورمانس، صح كده؟ تمام. تعال نبدا نشوف الكود بتاعي اللي بيعمل الحاجه دي اصلا، ونبدا نحل المشكله دي عن طريق اليوز ايه لاي اوت افكت. طبعا ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ بكل بساطه دلوقتي انا عندي يوز لاي اوت افكت اكس اكزامبل كومبوننت عادي جدا، بياخد هنا البوتن ويز تول تيب، ده كومبوننت عادي جدا، ببصي فيه بروب. البروب دي اسمها تول تيب كونتنت، ده الكونتنت اللي هو بالمناسبه بيتعرض هنا زي ما انت شايف كده، او بيتعرض تحت او هكذا على كل كومبوننت، بس دي 3 مرات طبعا. وما بين كل بوتن والتاني عامل هنا ديف واديله هايد عشان يبقى فيه مساحه بالشكل العادي كده، عشان ما نخش في السي اس اس والكلام من ده، يبقى هي الحاجه كلها اوريدي موجوده عندك قدامك يعني، عشان ان شاء الله ما تيجي تاكسس الكود ده مفيش مشكله، كل حاجه تمام. هنا نفس الموضوع، وببصي هنا في as a children hover over me till tip above اللي هو موجوده hover over me till tip above، مفيش مشكله، كل حاجه زي الفل. تعالى بقى نبص على البوتن with till tip. تمام، الكومبوننت ده عباره عن ايه؟ سيبك من الكلام اللي فوق ده، لو انت بتكتب تايب سكريبت فانت عارف هنا اللي انا بحدد التايب بتاع البروبس الخاصه بالكومبوننت ده، وكمان بحدد التايب بتاع التارجت ريكت عشان اقدر احدد التول تيب مكانه فين بالظبط عن طريق الليفت والتوب رايت وكده، عشان اقدر احدد التايب. ودي ميثود اسمها توجيسون، مش مهم تعرفها خالص، ده انا بحدد بس ان في عندي ميثود اسمها تبقى توجيسون. ايه الفكره عندي؟ اللي انا عندي هنا تو ستيت، عندي قصدي وان ستيت تارجت ريكت ده، وده اللي هيحدد مكان العنصر بتاعي في البدايه. هنا هيبقى ودي الست تارجت ريكت دي ستيت عاديه خالص مفيش مشكله، الديفولت فاليو بتاعتها بنل، وبعد كده هتبقى بتاخد الحاجات دي، عشان كده انا محدد التايب بتاعها. لو انت بتكتب تايب سكريبت فالكلام ده بديهي، لو مش بتكتب تايب سكريبت وبتكتب جافا سكريبت بس، فدلوقتي انت عندك عباره عن ستيت فاضيه فيها نل، لسه الانيشال فاليو بتاعتها بالنل. بعد كده عندي بوتن ريف، انا محتاج دلوقتي البوتن ده اللي انا امسكه والبوتن ده امسكه وهكذا، فانا عندي بوتن ريف ببصي له الريست اللي جايه لي عن طريق البوتن ويز بروبس، وكمان ببصي هنا الريفرنس عشان اقدر امسكه عن طريق الكرنت، اقدر امسك الفاليو بتاعته عن طريق الكرنت ده، عشان بعد كده اقدر امسك مكانه فين في الصفحه بالظبط، عشان اقدر اعمل التول تيب بتاعتي اللي بتظهر فوق البوتن بالمناسبه اللي هي هنا او هنا او هنا او هكذا. اوكي مش مشكله. وهنا عندي when on pointer انتر، يعني لما البوينتر يكون عليه كده ايه اللي هيحصل؟ انا محتاج دلوقتي هيشوف البوتن ريف دوت كارنت، هيجيب الريكت بتاعتي عن طريق جيت باوند كلاين ريكت، مش جاي نتكلم عن الحاجات دي كلها. وهنا بيست التارجت ريكت بتاعي الليفت اللي المفروض يبقى فين، والتوب والرايت والبوتوم والكلام ده كله، كل الكلام ده عادي. واما بشيل ايدي من على البوتون محتاج ان هو يرجع لي الستيت دي نل تاني، مفيش مشكله. زي ما انت شايف كده بشيل ايدي هنا بيظبطها، بشيل ايدي بيرجعها نل تاني، بشيل ايدي بيرجعها نل، تمام. هنا عندي في حالة ان هو مش نل
معناها كده ان في تول تيب. يعني لو انا هنا بباس مكان المفروض التول تيب يبقى فين، فده معناه ان هو مش نل. ففي حاله ان التارجت ريكت دي اوكي مش بنل، اعرض لي التول تيب. ايه التول تيب دي؟ عباره عن كومبوننت بياخد التارجت ريكت. ايه التارجت ريكت دي؟ بكل بساطه زي ما انت شايف كده، التارجت ريكت اللي هي الستيت بتاعتي، اللي هي هيبقى فيها البيانات اللي انت شايفها دي كده. جميل جدا، ما عنديش مشكله، حلو. طب لو هي موجوده، لو هي مش موجوده انا مش محتاج اعمل الكلام ده كله. طب لو هي موجوده فعلا وانا الستيت بتاعتي دي فيها المحور الاكس والواي والتوب والكلام ده كله، فده معناه اللي انا محتاج ابصيها للتول تيب كومبوننت عندي، وده بياخد التول توب كونتنت اللي انا مبصيه عن طريق البروبس هنا للبوتون، اللي هو بالمناسبه الكلام ده ديف كذا اللي هو التول تيب اللي هيظهر. اوكي مفيش مشكله، وبياخده از تشيلدرن زي ما انت شايف كده. اروح هنا للتول تيب، نفتحه كده، هتلاقي عندي هنا كومبوننت عادي جدا في الانترفيس عشان احدد التايب، هنا في ريف عشان اقدر امسك الديف اليمنت بتاعي، هنا في الانيشال فاليو بتاعته بنل، مالكش دعوه ان انت ما بتكتبش تايب سكريبت. هنا عندي تول تيب هايت وست تول تيب، وهنا الانيشال فاليو بتاعتها بزيرو. تمام. طب هنا ايه اللي انا بعمله ده؟ زي ما عملنا قبل كده في الهوكس اللي فاتت، اللي انا بعمل ارتفيشال سلو داون ريندرنج. ليه؟ عشان انا لو عايز اقول للكمبيوتر بتاعي يعني ده الكود ده بياخد وقت عشان نقدر نشوف التغييرات. عشان مثلا لو الكود ده ما عملناش في الحاجات دي، لو الكمبيوتر بتاعك سريع ممكن ما تلحقش تاخد بالك من الحاجات دي، بس في سوليوشن تانية فعلا الكود ده هيبقى بطيء جدا. فانا بنعمل سيميوليت الموضوع. اوكي مفيش مشكله. وهنا بقول له ان هي اول حاجه هتبقى زيرو، الانيشال فاليو بتاعتها بزيرو، فانا كده مش محدد التوب هي فين بالظبط. فعشان كده لما باجي هافر كده بتيجي من تحت لفوق زي ما انت شايف كده، مش محدد هي فين بالظبط. وهنا بعمل ايه بقى؟ اليوز افكت. ركز معايا، بجيب الهايت من الريف دوت كارنت دوت جيت باوندنج، الهايت موجود، لو مفيش هايت هتبقى بزيرو. وبعد كده بست ايه؟ تلت هايت هنا، لو في هايت هيسته هنا. يعني دلوقتي مثلا لو الهايت مثلا ب 30، فدلوقتي لو هو في هايت هيبصيه جوه الهايت اللي هو 30 هيحطها هنا، لو مفيش هيرجع لي ديفولت فاليو اللي هي زيرو. اوكي. وبعد كده هعمل للتلت باكس محور اكس والمحور واي والكلام الجميل ده كله اللي انا بعمل او بطلع بقول لك اهو تلت هنجيبه بقى عن طريق الليفت والتوب بتاعه، وبعمل الكالكوليشن بتاعتي. وهنا لو هو اقل من الزيرو معناها ان هو it doesn't fit above so please below، مالكش دعوه بالكلام ده. وبعد كده اللي انا بريتيرن البورشال بباصي هنا التوب كونتينر واللي تشيلدرن بتاعته عباره عن البوزيشن بتاع الاليمنت، وبعمل له ترانسفورم والكلام الجميل ده كله، وببصي هنا للتشيلدرن بتاع التول تيب. انا عارف دلوقتي ان ممكن الدنيا تبقى داخله في بعضها جدا، بس كل الكود ده هدفه الاول والاساسي ان هو يعمل ايه؟ يجي هنا اما اجي اعمل هافر يطلع لي هنا التول تيب زي ما انت شايف كده. ولكن انا عندي بيرفورمانس ايشوز زي ما قلت لك، ان هنا بيجي من تحت لفوق. طب ده بيحصل ليه؟ بسبب هنا اليوز افكت، عشان اليوز افكت هنا شغاله بطريقه ايه؟ سينكرونس. فدلوقتي احنا محتاجين نهندل موضوع اليوز افكت ده ونشغلها بطريقه سينكرونس. هي اصلا قصدي اليوز افكت شغاله باي سينكرونس، يعني غير متزامن. فدلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان اليوز افكت دي بتشتغل امتى؟ بعد ما بيعمل بينتنج اصلا اللي تشينج عندي. فاكر لما قلت لك هنا ان اليوز افكت بيقول لك ان هي بتشتغل تعالى نرجع للحته بتاعتنا هنا. اليوز افكت هنا في الكود البسيط بتاعنا بتشتغل امتى؟ after the component has finished render the screen has been painted the effect render. اوكي. فدي طبعا مشكله عشان هو بيبقى البوزيشن بتاعها بزيرو في البدايه، بيبقى بزيرو في البدايه وبعد كده بيطلع صح كده، بيبقى مكانها بزيرو وبعد كده بيطلع. فالكالكوليشن كده مش ماشيه مظبوط. ولكن لو غيرت بس حاجه بسيطه، يوز لاي اوت افكت، ايه اللي حصل؟ سددتها عن طريق رياكت بس كده. تعالى نعمل سيف ريفرش وتعالى نشوف هوفر، ايه اللي حصل؟ ركز معايا تاني، ما طلعتش من تحت لفوق. طب ده حصل ليه؟ بكل بساطه عشان هو اوريدي عمل الكالكوليشن اللي موجوده هنا جوه اليوز لاي اوت افكت امتى؟ قبل ما البراوزر يتعمل له بينتنج، قبل ما اشوف التغييرات اللي موجوده عندي هنا. فبالتالي لما يجي يعمل ري رندر هيعمله بالفاليو الجديده اللي انا مبصيها جوه الست تول تيب هايت.
اوكي، فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ تعالى نرجع تاني للمثال البسيط. انا عارف ده ممكن يكون معقد شويه، بس خلينا نرجع تاني للمثال البسيط اللي احنا بنشوفناه. كان عندنا في الاكسكيوشن تايم عندنا اليوز افكت كانت بتشتغل امتى؟ لو انت فاكر after the component has finished render and the screen has been painted. وقتها اليوز افكت هتعرض لي المسج دي في الكونسول عشان كده كل حاجه تمام. ولكن اليوز لاي اوت افكت كانت هتشتغل امتى؟ في تاني مرحله قبل ما البراوزر يعمل اللي تشينج، او وفي المرحله بالظبط السكرين از ستيل بلانك، لسه ما اتحطش فيها الايه البينت سكرين، او لسه ما قبلتش التعديلات. يعني في الاخر خالص بعد ما يبدا اليوزر لاي اوت افكت هنا فاينلي افتر ذا كونسول مسج عندنا فاينلي افتر ذا ابديت الستيت عندنا اللي هو افتر ما بيابديت الستيت خلاص وكل حاجه تمام، هيبدا ان هو ايه ويعمل الكالكوليشن بتاعته. ذا براوزر بين ذا سكرين ديسبلاينج ايه بقى؟ ديسبلاينج المكان عندنا اللي كان فيه التول تيب بتاعتنا. كده حلينا المشكله وكل حاجه اتحل، وده موضوع اليوز لاي اوت افكت. وبس كده يا صديقي. انا عارف ان ممكن الموضوع يكون ملخبط شويه، بس ده استخدام اليوز لاي اوت افكت. مش هتستخدمه طبعا في كل الاحوال، ولكن في الحاجات البسيطه ديت. وباذن الله بعد الفيديو ده الدنيا بالنسبه لك تبقى واضحه وسهله. لو الفيديو عجبك اعمل لي لايك وعرفني في الكومنتات لو عجبك عشان استمر ان شاء الله في نوعيه المحتوى دي. ولو انت مهتم برياكت اعمل سبسكرايب دلوقتي واتاكد انك مفعل زر الجرس. ليه؟ عشان ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في كورسات كتيره جدا خاصه برياكت، فمهم جدا انك تكون عامل سبسكرايب. الكورسات عباره عن ايه؟ ديزاين باترنز، هنعمل ريفاكتورنج للكود كبيره، هنعمل بيج بروجكت اللي هنستخدم بالنكست جي اس في مشاريع كبيره، فلازم تكون عامل سبسكرايب. بس كده. لو عايز تدعمني في القناه عشان اقدر استمر تقدر تدعمني دلوقتي عن طريق بايبال، او انك تنتسب في القناه يا صديقي. او الافضل من ده كله انك تعمل ايه؟ تدعي لي دعوه حلوه بظهر الغيب وتعمل شير للفيديو. وبس كده يا صديقي. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.